ايه يا نووي؟ عارفين المشهد اللي انا شايفاه ايه بقالي سنين طويلة، وانا مش زعلانة عليه anymore، يعني نويت اني اتحداه. واحد يا عيني الشيطان راكبه، بس قوي، بيبصلك من بعيد وشايف فيك كل انواع القوة وكل انواع الفرص، كل انواع الوحدة. شايف ان انت ممكن تعمل حاجة قد كده، وساعتها هو هيبقى ولا حاجة، او يعني مش هيعرف يسيطر عليك. فبيتفرج عليك دلوقتي بقى، هو اليومين دول بيتفرج عليك بيقول الله، هو ده المطلوب. النووي اهو بدأ يتشتت ويتفكك، وعنده احباط وعنده اكتئاب وشاكك من كل حاجة، وعنده عنف نفسي، كل شوية يهاجم من القدام والغير وبتاع، ماشي يخبط في دبان وشه طول الوقت. واحنا قارصين عليه برضو من فلوس، من هنا قارصين عليه من هنا وقارصين عليه من هنا. ايوه هو ده التشتت اللي انا عايزه. ما ينفعش يبقى فيه نووي وما نشتتوش ونخدره. والله العظيم 3 اقسم بالله وحياة حبيبه بنت اختي ان انا فيها فعلا ناس قعدت معايا وقالت لي الكلام ده ببقها كده. انا عايزكوا 1 2 3. بس احنا هنا باردين قوي، احنا ممكن نبقى كارهين بعض وانا قاعدين بنتكلم مع بعض على ترابيزه واحده. بس في حاجتين، ايا كان ملتك برضو، عندي ايمان وثقه بربنا، يعني واو، يعني بجد كبيره. واتعلمت مؤخرا ان انا عمري ما ههزم اي حاجه وحشه غير بالاجتهاد في اي حاجه بقى، في اي نوع من انواع المجالات. بصي ان شاء الله لو في الباريكير والمانيكير اللي بعمله، لو مفيش اجتهاد وصبر وتضحيه. عمرك قريت كتاب او بايوجرافي بتاعت اي حد من الناجحين قوي في العالم غير لما دايما بتلاقي حاجتين مع بعض كده دايما موجودين من احدى مميزاتهم؟ التضحيه قوي، اوكي، لازم يكون بيضحي بحاجه، بوقته، باكله، بشربه، براحه باله، بنومه، بحاجه هيضحي فيها. والضمير قوي في شغله. ودي من ابسط شيء، ان احنا بس ماشيين في الشارع بتاعنا ممكن نحط التو دول، الاتنين دول، والدنيا بتاعتنا تتغير. فانت يعني في حاجه مره نفسها بفشلك، في شيطان عادي طبعا اللي هو عايز كلنا نبقى زعلانين، وهو عمال يتخانق معايا دلوقتي عايز يحبطني، لكن بذكر الله كتير. ودي حاجه عمري ما هعرف ابطل اتكلم عنها، لان ده it's the center of the. اول من وحد الله كان القدماء المصريين. فاحنا كشعب يعني عنده الروح الديني طبيعي، اوكي. وبعد فعلا تجارب بيني وبين نفسي بحكي لكم عنها كل فيديو في حاجه يعني، لقيت ان فعلا الاكسرسايز بتاع اللسان ده اضعف عضله فيك، سبحان الله بيعمل معجزات. لما واحده تيجي تسالني سؤال عايزه اتغير في حاجه، ولا حاجتين طبعا: الحاجه العمليه اللي هتسعى بيها، والحاجه الاساسيه اللي انا ما اعرفش احللها ولا اعرفها هي، بس هي بتبقى كده ماجيك، معجزه. تسعى ان انت تذكر ربك وتطلب منه دايما دايما، مهما بقى طولت ومهما عندك ابتلاءات كتير. واحنا عيلتنا دي عندها ابتلاءات بالهبل، بس لسه مستمرين ان شاء الله في ان احنا واثقين فيه وصابرين وعادي. ففي كذا نقطة، انا بس كنت عايزة اوضح الصورة الخارجية في غيرك شايف ايه. فخلي بالك انت قاعد في مركب، كلكم قاعدين في مركب واحدة بس، هي دي المركبة اللي مكتوب عليكم، وقاعدين في بحر مليان كل انواع المجوهرات. بس في بقى انواع موج طبيعيه من عند ربنا، وموج من غيرك، وموج من نفسك، في حاجات كتيره ممكن تكسر المركب دي. وجيرانك اللي حواليك بدات تتضايق منهم وتنفسن وتعمل وطاقات سلبيه، واللي تحت قرفت بقى منهم والعمليه عايز وغلبه يعني برضو حمل، واللي فوق لا ده دور تيت وتيت واحنا مش حلو. والبروفيشنال فيكو برضو بتجرجروه كده وبيجرجر نفسه، وبيعيني ما بياخدش باله هو بيحط بايه عشان خاطر البروفيشنال ده. السلام عليكم.
واللي فعلا نيته فيكوا عيني كويسه برضو عايز كده يبداوا يشككوا فيه. والقائد بتاعكوا بتبقوا يا مش فاهمينه يا بتشكوا فيه يا بتضايقوه يا مش عارفه ايه، ايا كان من يكون. ربنا ملك الملك لحد معين، ربنا اداك جار معين، ربنا اداك انت كتركيبه معينه برضو. deal with it. learn how to deal with it. learn how to be patient على اي حاجه، على اي وضع. مفيش حاجه في يوم وليله، مفيش حد هيخس في يوم وليله ويعمل فورمه في يوم وليله ويتجوز ويحب ويصلح علاقته بينه وبين مراته، الموده والرحمه. جايالكوا برضو فيها الموده والرحمه دي، لها علوم لوحدها اساسا، بس the easy source قصص النبي عليه الصلاه والسلام. اوكي، ولا الشكل ولا النظام ولا الحاجه في يوم وليله ابدا. هتقعد مجعوس وتقول لك يلا انا عايز كذا دلوقتي، ولو ما حصلش دلوقتي هعمل دوشه وهعمل مش عارفه ايه، وانت غلط وانت غلط وانت غلط، من غير ما تسعى انك تعرف ولا تسعى انك تتعلم ولا تعمل بحث، نوع من انواع البحث بسورسز كويسه، ولا تتعب وتضحي ولا تستمر رغم اي نوع من انواع الفشل، ولا تحمد ربنا على اي حاجه برضو، وتقعد تشك في ده ومصداقيه ده وكلمه ده وحب ده ليك وخلاص ده ليك وتبدا انت نفسك بينك وبين نفسك انت خلاص. انا طب ما انا هكدب، ما هو الكذب اللي ماشي، طب ما الحوارات اللي ماشيه، طب ما مش عارفه ايه اللي ماشي، وتبدا بقى ايه التورنيدو الغضب يخش on daily basis. واحد بيقول لي ما احنا خلال ال 24 ساعه في مصر، دي انا شفتها من 4 سنين فاشحال دلوقتي، خلال 24 ساعه في مصر احنا عندنا طاقات سلبيه. ما فيش حد من صحابي بكلمه غير لما دايما في حاجه قلق كده بتحصل انا فاهم مش just sitting there I'm like طب بنقعد كده ندايسكتد ايه بالظبط. so again انا ما بأمنش بالشماعة، ما بأمنش ان انا اعيش مظلومة ابدا never، بالعكس ما بأمنش ان في حد غريب هيأثر عليا، لان انا هنجح عشان انا هنجح وهستمر وهنجح وهستمر. حد غريب يعني برا عيلتي عايز يأثر على عيلتي عشان هو منفس من عيلتي. اوكي، بآمن بالصبر والسعي فترة طويلة قوي. لازم صبر ايوب ده لازم تبداوا تفهموه وتحتووه وتخليه يعدي كده through all the systems بتاعتكم. ايا كان ملتك برضو. انا بالنسبه لي الدين ده او لساني ان انا الجا لله وهبقى واثقه فيه جدا. it's 90% of the equation يعني has its own magic. مش هعرف افهمها كعلم. العلم حتى لما يقول لك evolution وما evolution و 95% brain ما اعرفش ايه ضربتها تي، لسه برضو مش عارفين يقول لك طب ال 5% مش عارفه ايه الروح فين، طب الروح دي ايه؟ العلم مش هيفسرها. هو احنا كده من ايام القدماء المصريين موحدين وبنتكل وبنسعى فعلا من قلبنا وروحنا. اوكي، ايا كان مظهرك ايا كان ملتك. اللي هو يا ويله لما يجي من نفسه، ده حقيقي فعلا. واللي يشيل ابره معروفه مخرومه قدره والكلام ده، المثالين دول try to apply them on everyday basis. انا حتى دلوقتي انا ما اتكلمتش في موضوع معين، انا دلوقتي بحاول اوريك صوره معينه عشان تفتح عينك وتاخد بالك من المركب اللي انت قاعد فيها، وتاخد بالك من اللي حواليك دول اهلك وولادك وناسك. تحاول تقعد تاني كلنا على سفره واحده بفكر يعني مش شبه بعض بس باحترام لفكر بعض. نحاول نهدي نفسيتنا. الحمد لله رمضان داخل علينا، بس هيبقى فرصة من عند ربنا ورحمة من عند ربنا ان شاء الله، عشان اللي انتوا فيه ده يهدى شوية يمكن. برضو ايا كان ملتكم، عشان اكيد رمضان دايما يعني no doubt. try to think about it. try to see النعمة اللي تحت ايدك. انت قاعد دلوقتي في انترنت في ايدك، 4 حيطان ساترينك، لقمة بتاكلها، انت غني، انت عندك امكانيات كتيرة. لازم تبدأ تفكر تغير فكرك ازاي. لو فكرك ما تغيرش انت شخصيا مش هتوصل لحاجة، والمركب اللي فيك اللي انت فيها هتتأذي. حاول تنفع واستنفع. اوكي، وهكمل ان شاء الله. السلام عليكم.